الفيديو ده جاي اقول لكم على غلطه بسيطه قوي بيقع فيها ناس كتيره جدا لما بتيجي تقرر تفتح بيزنس او تبتدي في بيزنس معين. والغلطه دي على فكره ملهاش اي علاقه خالص بفكره الناس دي مش فاهمه شغلها، او الناس مش دارسه السوق، او مش عارفه الماركت شير بتاعها، او مش عارفين التارجت اودينس. بالعكس تماما، اغلب الناس على فكره اللي داخلين في بيزنس معين بيبقوا فاهمين البيزنس ده كويس جدا، عارف كل حاجه فيه، عارف ابعاده، دارس. وناس كتير جدا كمان منهم بيبقوا عاملين دراسه جدوى محترمه جدا ودافعين عليها مبالغ ضخمه جدا عشان يعرفوا ابعاد الموضوع كله وابعاد البيزنس بتاعهم ايه. لكن في نفس الوقت هتلاقي اغلب الناس بتقع في الغلطه دي، ودي الغلطه اللي بتخلي الناس تفشل في البيزنس بشكل كبير جدا. وايه الغلطه دي؟ هي منتهى البساطه، الناس مش فاهمه الجمله دي. لما تيجي تبتدي بيزنس لازم تفهم ايه اقل شكل مطلوب لابد منه، ما ينفعش اقل عنه قد كده عشان خاطر البيزنس بتاعي يمشي بشكل مظبوط. مفيش حد واخد باله من النقطه دي، وانا هنا هشرحها لك النقطه دي بالتفصيل لان دي لب الموضوع. كل بيزنس ليه حاجته، يعني مفيش حاجه اسمها الحد الادنى ده سوري، مفيش حاجه اسمها الحد الادنى ده حاجه ثابته. لا، مفيش حاجه اسمها الحد الادنى ده حاجه ثابته. كل بيزنس ليه الحد الادنى بتاعه. الحد الادنى ده مثلا على سبيل المثال لو انت هتيجي بتبيع منتجات اونلاين قطاعي، مفيش اي داعي ابدا انك تفتح شركه وتاخد مكتب وتجيب موظف وتعمل ده كله، مفيش داعي ابدا، صح؟ بينما ممكن انك لازم تفتح شركه لو انت مثلا هتشتغل في التصدير وعندك عملاء كتير هيجوا لك المكتب، فانت لازم تبقى واخد مكان، لازم تبقى عامل ويب سايت. في الحاله دي في حاجات تانية مش لازم تبقى عامل ويب سايت، ممكن تبقى شغال بس من عن طريق اي البيجز العاديه زي الانستا او الفيسبوك او كده. فكل بيزنس ليه الحد الادنى اللي هو من غيره لو انت قلت عنه قدام الجمهور او قدام الجمهور بتاعك، تمام، قدام الفئه المستهدفه، انت هتبان انك انت مش شغال. الناس يقول لك لا ده كده اي كلام، ده كده بروكر، ده كده واضح ان هو الشغل اللي عنده مش مظبوط. لازم تفهم كويس ايه الحد الادنى بتاع البيزنس بتاعك، وعلى قده اعمل، على قده اصرف. لان لازم نفهم كويس ان البيزنس يعني فلوس، البيزنس يعني حاجه بتدخل في جيبك فلوس. للاسف اللي بيحصل ايه، وهي دي المشكله بتأدي الناس كلها انها تفشل في البيزنس بتاعها، ان الناس بتصرف على البيزنس ولسه البيزنس ما جابلهمش فلوس. انا باخد مكتب بشطبه، بجيب موظفين وثلاثه، بفتح شركه، بعمل ويب سايت، بعمل اعلانات وتمويل، وانا لسه ما جاليش اي حاجه. فعشان كده بتلاقي نفسك بتصرف اكتر ما بيجي لك. هتقول لحد امتى انا كده هفلس لو فضلت مكمل كده؟ فانت بتقفل البيزنس، صح؟ فعشان كده يا جماعه باختصار النقطه دي اللي انا جاي اكلمكم فيها هي انك لازم تبص على البيزنس بتاعك وتسال نفسك السؤال ده: ايه الحد الادنى؟ ايه ابسط شكل من غيره انا مش هينفع ابتدي الشغل بتاعي؟ وعلى ابسط شكل ده اصرف المصاريف بتاعتك، وبعد كده ابتدي اشتغل في البيزنس بتاعك، وان شاء الله ربنا هيكرمك وتكسب. وبعد كده لما تكسب ابتدي كبر واحده واحده يا سيدي، خد مكتب، افتح شركه، هات موظفين، اعمل اللي انت عايزه. هو ده موضوع الحلقه بتاعتنا النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو لقيتوا الفيديو مفيد شيروه مع الناس واعملوا بقى الحاجات اللي انتوا عارفينها. ولو انت مش مشترك في القناه فاحب اشوفك في القناه عندي. وزي كل مره في اخر كل فيديو خلي بالكم على نفسكم وخلي بالكم على الناس اللي بتحبوهم، واشوفكم فيديو جاي باذن الله. سلام.